السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. كل شيء تكتشفه بتقدم العمر هو موجود مسبقا، لكنك كنت أصغر من أن تراه. فيلمنا النهاردة محتاج تركيز جدا، وده لأن أحداثه غريبة وشيقة جدا. فخليني أسألك، هتعمل إيه لو اكتشفت إن في نسخة تانية منك موجودة وعايشة، مش بس شبهك، لأ دي كمان بنفس أفكارك؟ وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع زفرانة وهي مع صاحبتها في العربية، والطريق زحمة جدا لدرجة إنها بتسرح في الطريق، وأثناء ما بتكون سرحانة بتلاقي شخص شبه زوجها جدا راكب في الأتوبيس، مع إنه المفروض يكون في الشغل في الوقت ده. فبتنزل من العربية وبتركب الأتوبيس وراه، وأول ما بتطلع بتتأكد إنه هو، وبتبقى واقفة مصدومة وبتبعد عنه علشان تراقبه، وبتلاقيه نازل في المطر وهو متنكر في لبس تاني وداخل لبيت غريب عنها، وبتحس إن بيخونها بس ما بترضاش تتكلم معاه. وتاني يوم بنشوف جلال زوج زفرانة وهو رايح لوالده، وبنعرف انها اشتكت له وعاوزة تنفصل عنه لانه بيخونها، وبيبقى جلال مش فاهم اي حاجة فعلا، وبينكر انه كان موجود في الاتوبيس ولا حتى في العنوان اللي قالت عليه، وبيتهمها جلال انها بتكذب. فبيبقى الاب مستغرب ومش مصدق اتهامه ليها، بس بيبرر ليه جلال بانه اكيد بيتهيأ لها لانها في الفترة الحالية مش في كامل وعيها بسبب الادوية اللي بتاخدها للحمل، لكن مهما بيقول مش بيصدقه. فبيمشي جلال وهو متعصب من عنده، وبنشوفه بعدها وهو رايح معاها عند الدكتور علشان حست بوجع وألم بسبب الحمل، وبيبقى ذهنها شارد، وجلال بيكون عارف هي بتفكر في ايه، فبيطلب منها تفتح الشنطة بتاعته وتقرا اللي فيها، وبيبقى عبارة عن إيصال مصرفي. فبيطلب منها انها تتأكد من وقت الصرف اللي فيه واي فرع بالظبط، وبيبقى الفرع ده خارج المدينة وفي نفس الميعاد اللي بتقول انها شافته فيه، بس بتأكد له زفرانة انها مش مجنونة، وبتقول له انه ما يحاولش يضحك عليها. بعدها بيروحوا للدكتورة وبتطلب منها زفرانة انها تغير دواء القلق اللي بتاخده لانه ابتدى يأثر على اعصابها ويتعبها في فترة الحمل، بس بتأكد لها الدكتورة ان الدواء ملهوش اي اعراض جانبية نهائي ولا حتى تأثير على مدى استيعابها. فبتفهمها زفرانة انها ابتدت تهلوس وتتخيل حاجات ما بتحصلش، وبيبقى واضح انها ابتدت تتأكد من كلام جلال، وبيخرجوا من العيادة وبتبقى زفرانة حاسة بالغثيان. واول ما بيجي لها جلال بيعرفها انه ما لقاش الدواء اللي الدكتورة قالت عليه وجاب لها بديله، وبينصحها ما تاخدوش علشان صحة عقلها، وبنعرف انها ما بتعرفش تنام وعندها أرق، وده مش كويس لصحة الجنين. فبتضحي بصحتها العقلية علشان تقدر تنام كويس، وبتقعد وهي كلها حزن وبتلوم على نفسها لانها بتبقى خايفة الجنين يحصل له حاجة بسببها. وتاني يوم بتقابل والد جلال وبيبقى بيكلمها وهو مفزوع، وبنعرف انه راح للعنوان اللي زفرانة شافت جلال داخل ليه، وبيكون مستغرب ومصدوم من اللي شافه، لكن مش بيرضى يحكي لها اي حاجة، وبيفضل مكمل معاها الطريق من غير ما يتكلم نهائي لغاية ما بيوصلوا للبيت وبيطلب يقابل جلال. فبيخرج له جلال بره وبيتكلموا بسرية تامة، وهنا زفرانة بتحس انه اكتشف حاجة عن جلال ومش عاوز يقول لها عليها، وبتتأكد اكتر لما بتلاقي جلال اتفزع وخرج معاه ومشيوا. فبتمشي زفرانة بالعربية وهي مش عارفة هتروح فين. فجأة بنلاقي زفرانة بدلت لبسها وطلعت للسلم ورا جلال، وبتكتشف ان في واحدة بتتكلم معاه باسم محسن، وبيفضلوا هما الاتنين واقفين وباصين لبعض ومش فاهمين اي حاجة. بس بنكتشف الصدمة بعدها وهي ان دي مش زفرانة اصلا، وتبقى شبيهتها واسمها اسماء وزوجها محسن، ويبقى شبيه جلال بالظبط. وبتتأكد من ده لما بيوريها صورته وهو صغير كمان، وبيقول لها ان زفرانة اتولدت في يونيو سنة 1982، وبيبقى ده نفس عيد ميلادها بالظبط، بس في فرق 21 يوم ما بينهم هما الاتنين، والاتنين بيكونوا مستغربين ازاي في شبههم بنفس الشكل، ولو في احتمال ان جلال ومحسن اخوات توأم فاسماء وزفرانة مش في نفس اليوم. وبتفضل اسماء تبص على صور زفرانة وبتضحك، فبيحس وقتها جلال بالحزن، وبيعرفها انها فكرته بزوجته ايام ما كانت الابتسامة مش بتفارقها، وكل ده وبتبقى زفرانة واقفة بره وبتراقبه. واول ما بيمشي بتطلع لاسماء وبتخبط الباب عليها بشكل عنيف، وبتعرفها انها شافت جلال عندها. فبتتصل اسماء بجلال علشان يرجع لان زفرانة بتبقى متعصبة جدا وناوية على الفضيحة، بس بيلحقها جلال وبيطلع لها. وزفرانة طبعا بتفكر انه بيحب عشيقته وجاي علشان ينقذها منها، لكن بتسمع الجيران بينادوا على جلال باسم محسن، وبتقف مكانها ساكتة ومش عارفة تتكلم. وفجأة بتفتح اسماء الباب، واول ما بتشوفها زفرانة بتفقد وعيها، وعقبال ما بتفوق زفرانة بتبقى اسماء اتأخرت على المدرسة علشان تستلم ابنها. فبتروح بسرعة بالعربية وبترجع من تاني للبيت وهي قلقانة لانه ما بيكونش موجود، بس بتلاقي حبيب ابنها قاعد في البيت وبيعرفها ان باباه هو اللي جه اخده لما البواب اتصل بيه وعرفه انها اتأخرت. فبتزعق له لانه ما استناهاش
كلمهاش ولا حتى اتصل بيها، وبيطلع محسن وبيوبخها لانها اتأخرت على ابنها، وبيقول لها انها بدل ما تعتذر له بتزعق له، وبيبقى واضح ان طريقتهم في المعيشة غير سوية بالمرة، وعلى طول في خناق ومشاكل. فبتلفت نظره اسماء انه يخلي باله من طريقته قصاد ابنه، ولكنه ما بيهتمش، وبينبهها ان في ضيوف هتيجي كمان كام ساعة، فبتاخد ابنها وبتدخل علشان تذاكر له. واثناء ما بتذاكر له في الاوضة بيقول لها حبيب انها متغيرة، فبتستغرب من كلامه، بس بيفهمها ان ملامح وشها فيها شيء مختلف عن كل يوم. لكن في الاخر بتكتشف انه بيغازلها وبيعرفها انها حلوت بزيادة. ومرة واحدة بيدخل محسن وبينبه عليها انها ما تخرجش من الاوضة طول ما الضيوف موجودة غير للضرورة بس. من ناحية تانية بتبقى زفرانة على الطريق وبتروح على بيت حماها وبتكلمه بعتاب وبتلوم عليه، وبتسأله لو يعرف حاجة عن محسن، بس بيعرفها انه ملهوش غير ابن واحد بس، وحتى الان مش فاهم التشابه الكبير اللي ما بينهم ليه. وبالليل بيتسحب جلال من جنب زفرانة علشان ينزل يقابل اسماء في العربية، وبتبقى هي اللي طالبة تقابله علشان مش عارفة تفتح محسن زوجها في موضوع التشابه، وبتعرفه انه مش هيصدقها لو اتكلمت معاه ولازم يشوفه بنفسه. فبيقتنع جلال بكلامها جدا، وبيقول لها ان اي انسان طبيعي استحالة يصدق غير لما يشوف بعينيه. وبعد ما بيخلصوا كلام بيستأذنها جلال انه يسيبها علشان يقعد جنب زفرانة، لانه مش حابب انها تصحى من النوم وتبقى لوحدها. فبتبصله اسماء بحزن لانها شايفة جوزها محسن فيه بس بايام زمان وقت ما كان بيحبها وقريبين من بعض، وللاسف ما بيبقاش هو جوزها. ولما بتعتذر له انها عطلته بنتفاجئ برده عليها بانه بيتبسط لما بيشوفها، لانها بتفكره بضحكة زوجته اللي غابت عن وشها. وبيبقى واضح كده ان اسماء وجلال عاوزين نفس ملامح الاشخاص اللي معاهم بس بشخصيات مختلفة. وبيطلع جلال لزفرانة وبيبص لها بنظرات حنين وحزن. ومن ناحية تانية بتبقى اسماء راجعة للبيت وهي مبسوطة وفرحانة، ولما بتوصل بتلاقي محسن نايم، لكنها بتصحيه من النوم وبيبقى مستغرب هي اتأخرت ليه وفين، لكنها بتقدر تتهرب منه. وتاني يوم في الشغل عند محسن بنعرف انه ضرب راجل عجوز جاره وزميله في الشغل وسبب له اصابة في ظهره، وده بسبب انه اتكلم عليه من وراه، واصحابه بيلوموا عليه لانه ما تمالكش اعصابه للاسف، ومتعرض حاليا للمساءلة القانونية والنقل من المدينة كلها. وبيحاول اصحابه يشجعوه علشان يعتذر ليه وينهي الموضوع، بس بيبقى محسن متضايق لان العجوز اتهمه بانه بيسرق فلوس، وبيعرفهم انه لو عمل كده هيأكد التهمة عليه. واخيرا بينصحوه انه لازم يفكر في زوجته وابنه لانهم ملهمش اي ذنب في انهم ينتقلوا من المدينة ويغيروا كل عيشتهم بسبب تهوره، وبيعرفوه ان زوجته ممكن هي اللي تعتذر له بداله. وفعلا بيتصل محسن باسماء وبيطلب منها انها تعتذر لاهل جارهم العجوز، وطبعا بتبقى مجبورة انها توافق. بس اثناء المكالمة الباب بيخبط وبتكتشف انها زفرانة، وبتبقى مصرة انها تتكلم معاها لانها بتعاني من متلازمة القلق ومش عارفة تنام خالص. لكن اسماء بتمنعها من الدخول لان ابنها حبيب لو شافها ممكن يجرى له حاجة. والغريب ان زفرانة بتبقى مصممة وبتلح عليها بقوة لغاية ما بتضطر اسماء انها تنزل معاها، وبيركبوا العربية سوا وبتوصلها زفرانة المستشفى العجوز اللي محسن ضربه. وبعد ما بتخلص معاهم وتعتذر بتنزل من المستشفى وبتلاقي زفرانة قدامها، وبتطلب منها انهم يروحوا يعملوا تحليل DNA علشان يتأكدوا اذا كانوا اخوات ولا لا. ولما بيروحوا للمستشفى الممرضات بتعرفهم انهم مش مستاهل يعملوا التحليل ده لانه واضح الشبه الكبير اللي ما بينهم. وبعد ما بتخلص اسماء بتروح للبيت، وكالعادة محسن بيزعق معاها على اصغر التفاصيل وبيوبخها انها ما بتردش عليه. واثناء كلامهم بتبقى عاوزة تحكي له على جلال وزفرانة لكن بتبقى خايفة انه ما يصدقهاش، فبتتردد قبل ما تتكلم وبتسيبه وبتمشي. وعند زفرانة بالليل بتقلق من نومها وبتلاقي جلال نازل يقابل حد، وبنكتشف انها اسماء اللي بيبقى واضح انها فعلا بتحقق معاه اللي مش عارفة تبينه لمحسن جوزها. وبتفضل تبكي وتنهار علشان ممكن يسيبوا المدينة بسبب ان محسن مش عاوز يعتذر. فبتصعب على جلال جدا وبيبدأ يتعاطف معاها، وبيقرر ان هو اللي هيروح يعتذر وكأنه محسن، وبيبصوا لبعض بابتسامة لطيفة. وتاني يوم بيروح جلال لحبيب المدرسة على اساس انه محسن باباه، وبياخدوا معاه للمستشفى اللي فيها العجوز اللي المفروض يعتذر له. بس اول ما بيوصلوا بيكتشفوا ان محسن هناك، فبتتوتر اسماء جدا وبتروح تنقذ الموقف، وبتخرج حبيب من المستشفى وبتطلب من جلال انه يستنى في الحمام. وبترجع لجلال من تاني وبتطلب منه انهم يمشوا، بس هو بيكون مصمم انه يعتذر لهم. فبتروح لمحسن علشان تطلعه، ولكن بتلاقيه اتخانق مرة تانية معاهم وهددهم بانه هيخلص عليهم. فبتخرجه من المستشفى وبتروح تلحق جلال علشان ما يتكلمش معاهم، بس بتكتشف انه كان خلاص راح لهم واخد التوقيع بعد ما ضربوه ونزف كتير. فبتدي لمحسن الورقة وبيلاحظ اثار النزيف على الورقة وبيسألها لكنها بتهرب منه وبتقول له انها ما تعرفش. ومن ناحية تانية بيبقى جلال راجع لبيته وبيطلع علشان يغير
بتغير على جرحه، في الوقت ده بتبقى أسماء جاتله من تاني علشان تطمن عليه، بس وهي بتحاول تضمد جرحه بيوصل محسن وبيفتكرها بتخونه، فبيفضل يضرب فيه وهو مش شايفه لغاية ما بيستوعب الشبه اللي ما بينهم وبيتصدم أول ما بيشوفه. في نفس الوقت ده بتوصل زفرانة هي كمان، وبيتجمعوا هما الأربعة لأول مرة مع بعض في نفس المكان، وبيروحوا بعد كده للبيت مع بعض، وبيجي تليفون لمحسن من الشغل فبيتكلم معاهم وهو مكسور، وبيعرفهم في الشغل إنه اعتذر للعجوز وتأسف لهم واستسلم لضربهم ليه لغاية ما خد التوقيع بالتنازل عن الدعوة القضائية اللي ضده. ولما بيسألوه في التليفون لو محتاج رعاية طبية، فبتبقى أسماء في الوقت ده بتغير الجرح لجلال، وزفرانة قاعدة بعيد فبيقول لهم بسخرية إن زوجته بتراعيه وبتغير له على الجرح وأول مرة تهتم بيه كده، وبيبقى واضح طبعا هو يقصد إيه بكلامه. وبالليل بيصحى حبيب من النوم وبيلاقي محسن والده بيعيط لوحده وما بيكونش فاهم حاجة، بس بيحضن والده، والحقيقة إن محسن هو اللي بيكون محتاج الحضن ده. من ناحية تانية زفرانة بتكون في العربية ومنهارة جدا، وتاني يوم بتروح للمستشفى علشان تستلم نتيجة تحاليل الدي ان ايه، وبتروح على طول للدكتور علشان توريها نتيجة التحاليل، وبتكتشف انهم مش اخوات، وبتبقى زفرانة مش عارفة ازاي ممكن يحصل نفس التشابه ومفيش اي تطابق بيولوجي بينهم، بس الدكتورة بتعصبها اكتر وبتعرفها ان ده بسبب المتلازمة اللي عندها ومش بتصدقها، فبتاخد الحبوب بتاعتها وبتروح للبيت وبتلاقيهم مش موجودين، وبتبقى خايفة انها كانت بتتخيل طول الفترة اللي فاتت، لكن لما بتدخل للشقة بتكتشف انهم بينقلوا المكان تاني، وبيحذرها محسن من انها تقرب منهم سواء هي او جلال زوجها. من ناحية تانية بتروح اسماء لجلال وبتعرفوا انهم هيتنقلوا من المدينة، فبينصحها جلال انها تقعد، ولما بتعرفوا ان اهم حاجة عندها ان حبيب يتربى ما بينهم هما الاتنين، بيعرض عليها انه يمثل ان هو ابوه ويجي يزوره من وقت للتاني لغاية ما الامور تتصلح، بس بترفض اسماء اقتراحه، واثناء كلامهم بتلاقيه بينزف فبتحاول تساعده لكنه بيمنعها تقرب منه. وبالليل بيجي رسالة مسجلة لأسماء من زفرانة بتعرفها فيها انها اجهضت، وبتطلب منها تطلب لها الاسعاف، وبنعرف انها حاولت تخلص على نفسها، وبتوصيها تعتني بجلال، وبتوصل اسماء ليها وبتلاقيها ما زالت عايشة وفاقدة الوعي في العربية. وبعد مرور الوقت بنشوف اسماء مع ابنها وجوزها، وبنكتشف انه يبقى جلال، وبينفذوا الخطة اللي اتفقوا عليها، وبيكونوا رايحين للملعب اللي حبيب كان نفسه يروحوا من زمان، وبنلاحظ ان محسن في نفس المدرج معاهم وشايف ابنه مع حد غريب عنه، واول ما بيمشي جلال من جنب حبيب بيروح محسن وراه لغاية الليل ما بيليل، وبنلاقيه راجع من تاني يقعد جنب حبيب، بس ما بنكونش عارفين ده جلال ولا محسن، وبيوصلهم للبيت، وبعدها بيطلب من اسماء انها تنزل معاه، وبيفضل يتعامل معاها كانه جلال، وبيطلب منها انها تروح معاه للبيت، بعد ما بنعرف ان زفرانة ما زالت عايشة في المستشفى، فبتتخض اسماء منه بتدوس هي الفرامل، ولما بيزعق فيها بتكتشف ان هو محسن، وبتسأله عن جلال ومكانه فين، وبيعرفها انه ضربه في الملعب علشان كان عاوز يتأكد من ولائها ليه، وبيرجعوا لجلال اللي بيبقى فقد حياته بسبب ضرب محسن ليه، ولما بيشوف محسن حزن اسماء على واحد غيره بيجيب أداة حديدية وبيخلص عليها بيها، وبيركبهم هما الاتنين العربية وبيرميهم من فوق الجبل. وتاني يوم بيروح لزفرانة في المستشفى وبيعرفها ان جلال واسماء فقدوا حياتهم، وبيبين خطته ليها، وبيقول لها ان محدش يعرف انها تبقى زفرانة لانها لما دخلت المستشفى دخلت ببطاقة اسماء زوجته، والعربية اللي وقعت من فوق الجبل باسماء وجلال كانت عربية زفرانة، حتى حماها ما قدرش يتعرف على اسماء لانهم كانوا محروقين هما الاتنين. يعني زفرانة دلوقتي مش عايشة على الورق الحكومي، وبيبقى واضح عرضه عليها بانهم يتجوزوا ويعيشوا بشخصيات اسماء ومحسن وابنهم حبيب. وبعد مرور فترة مش طويلة بيجي لها حماها وبيبقى واضح عليه الحزن، وهو بيقول لها انه مفتقد ابنه وزوجته جدا وجاي علشان يشوفهم يمكن يقدر يملى شوقه ليهم. ولما بياخد حبيب علشان يفسحه بيعترف له حبيب بان اللي معاهم دي مش اسماء امه، وبينتهي فيلمنا اخيرا واحنا شايفين صدمة الجد بعد ما اتاكد من الحقيقة، وبنعرف ان التشابه مش بس في الشكل ده كمان في الافكار، لان نفس الفكرة اللي كان عايز ينفذها جلال قدر ينفذها محسن. بس يا ترى هل جلال دفع تمن مشاعره اللي حساها ناحية اسماء؟ يا ريت تسيبوا لنا رايكم في التعليقات. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.